وفيه أيضا دليل على أن السنة كما تكون بالفعل تكون بالترك، لأن ابن عمر رضي الله عنهما استدل على عدم مشروعية مسح الركنين الشامي والغربي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسحهما. فقال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني. وهذا كما قال ابن عباس لمعاوية، وقد كان معاوية رضي الله عنه يمسح الأركان الأربعة، فأنكر عليه ابن عباس، فقال معاوية إنه ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح إلا الركنين اليمانيين. قال صدقت، كف عن مسح الركنين الشامي والغربي. نعم. طيب، ويستدل بهذا الحديث على أن ترك الشيء مع قيام السبب المقتضي لفعله يكون دليلا على أن هذا الشيء ليس بواجب بل ليس بمشروع، لقول فلم يرشوا. أنا عندي فلم يرشون، عندكم نون؟ أنا عندي فلم يرشون. فلم يكونوا يرشون لا أشكال فيها، لكن عندي 19 رقم 19 يكون نسخة ثانية، فلم يكونوا يرشون. أقول يفهم منها أن ما وجد سبب فعله ولم يفعل فالسنة تركه. نعم.